قبل ما بريكنج باد يبقى من أعظم المسلسلات اللي جت في التلفزيون، فينس جيلجن كان عنده فكرة بسيطة جدا. شخص كويس بيعمل حاجة وحشة عشان ينقذ عيلته. وفعلا يا عزيزي المشاهد، رد عليه مسؤول في سوني وقال له اخلع على من هنا، دي أسوأ فكرة مسلسل شفتها في حياتي. My name is Walter Hartwell White. I live at 308 Negra Arroyo Lane, Albuquerque, New Mexico. Hank, how much money is that? That's about $700,000. At which point we apprehended 3 individuals and placed them into custody. Everybody, to wall, Nostrovia! Nostrovia! متخيل بريكنج باد يتقال عليه إن هو أسوأ فكرة سمعها في حياتي؟ والغريب بقى إن الفكرة دي هي اللي عملت أحسن كاركتر اتعمل في وجه السينما ووجه المسلسلات كله. مدرس كيمياء عنده سرطان، بيحاول يسيب فلوس لعيلته وبعدها بيتحول لمجرم. بس أنا مش جاي أتكلم عن إزاي الحقيقة والتر بقى مجرم، أنا جاي أتكلم عن حاجة أخطر بكتير، هو إن إزاي الكاتب بتاع بريكنج باد خلاني أقف في صفه. من أول دقيقة المسلسل بيطلب منك حاجة واحدة بس، إن أنت تصدق إن والتر وايت راجل كويس، مدرس، أب، ابنه عنده إعاقة، بيشتغل شغلانتين، ورغم كده مش عايش الحياة اللي هو عايزها. وللأسف طالب من الطلبة اللي هو بيدرس له يشوفه وهو بيمسح العربيات اللي هي كانت شغلانته التانية، ويبدأ إن هو يضحك عليه. تخيل إن أنت تبقى في سن كبير كده زي والتر وايت وبتشتغل مثلا شغلانة بعد الظهر ولا حاجة أو بعد الشغلانة الأولانية، وواحد مثلا من الطلبة بتوعك يشوفك وانت بتمسح كاوتش العربية مثلا، وطبعا وزائد اللي زود بقى التيم بلة ان هو ضحك عليه كمان. فدي طبعا حاجة طبعا من ضمن الألاعيب اللي بيلعبها المسلسل يعني. ده حتى في الفصل هو مش الشخص المسيطر، هو دايما الشخص اللي الناس كلها مش واخدة بالها منه. دي أول حاجة عملها بريكنج باد، إن خلاني أشوف والتر ده ضحية مش مجرم، ودي أول خطوة. وبعدين المسلسل بيحط أقوى ورقة ممكنة، السرطان، وفجأة الحياة تتشقلب رأساً على عقب. الراجل اللي كانت حياته عادية بقى فيه وقت ضده، وابنه محتاجه، وعيلته محتاجة فلوس، والعلاج غالي. لو أنا أو أنت مكانه عزيزي المشاهد، المفروض الواحد كان هيعمل إيه؟ يعني الوقت ضدك وخلاص جالك السرطان، يعني طبعا ربنا يعافينا ويعافيك إن شاء الله من الأمراض الخطر. ولكن لو أنت مكان والتر وايت، يعني المفروض الواحد كان يعمل إيه؟ وهنا المسلسل كان بيعمل حركة ذكية الحقيقة. ما قاليش إن والتر صح، هو خلاني أنا أسأل لو أنا مكانه كنت هتعمل إيه؟ وده أخطر بكتير، حطك مكان والتر وايت. والتر بيخش أول اختبار حقيقي ليه، يخش اختبار قدام واحد خطر. ودلوقتي والتر هو مجرم دلوقتي عشان داخل عالم الجريمة وعالم المخدرات. بس شوف تصرفاته، بيجيب له أكل وبيجيب له مية وبينضف له وبيتكلم معاه، شايفه كإنسان عادي جدا. ده مش تصرفات مجرمين خالص. وأنا كمشاهد ابتديت أقول ده مش قاتل، ده مدرس كيمياء اتحط في موقف مستحيل، موقف صعب جدا أي شخص يخرج منه بالسهولة دي. واخد بالك انت فينس جيلجن بيعمل فينا ايه؟ بيخلي والتر يبقى ضحية مش مجرم، وفعلا تصرفاته مش واحد مجرم خالص. وبعدين يا عزيزي المشاهد نشوف والتر في الحمام بيكتب أسيبه ولا أقتله، احنا هنهزر؟ ففينس خلاني أشوف واحد مش تصرفات واحد مستمتع بفكرة القتل أو مجرم حقيقي، ده خلاني أشوف شخص طبيعي أو مدرس اتحط في موقف مستحيل، فده يخليني أتعاطف معاه أكتر. بعدين يقرر والتر إن هو يسيبه، ولكن بيكتشف إن قطعة من الطبق أصلاً مختفية. يعني هو لما كان بيفتش في الزبالة بالصدفة، هي حتة غريبة جداً جداً، يعني معرفش هو إزاي يعني بيكشف كده في الزبالة، فلقى إن قطعة من الطبق اللي هو اداهوله يعني أكل المجرم فيه اللي هو كريزي إيت فيه، لقى إن قطعة من الطبق دي يعني مكسورة ومختفية. وفجأة القرار اللي كان أخلاقي بقى قرار بقاء. وهنا حصلت لي حاجة غريبة جدا كمشاهد، أنا بدل ما أسأل هيعمل إيه والتر
بدأت أسأل يعمل إيه طيب والتر؟ طب يعني أنا ابتديت أدافع عنه، لو سابه ممكن يقتله، ولو قتله يبقى قاتل. فأنت من وجهة نظرك لو أنت في مكانه كده إيه الاختيار الصحيح؟ ولكن أكتر لحظة خلتني أفهم اللعبة دي، الموضوع ما كانش مع والتر لوحده، كانت مع جيسي اللي هو كان البارتنر بتاع والتر ومشارك معاه في كل الجرائم اللي عملها تقريبا. في البداية كده احنا شايفين جيسي واحد ضايع بمخدرات وبيبيعها وكل الموبقات اللي احنا نتمناها هو بيعملها. وطبعا في اللحظة دي احنا كل ده مع أهله، يعني طبعا احنا واخدين صف أهله يعني قلبا وقالبا، ان طبعا محدش هيقف مع جيسي في اللحظة دي. ففي اللحظة دي في آخر المشهد خالص لما طبعا اهله اكتشفوا السيجاره قالوا له اطلع بره بقى انت، يعني مفيش فايده فيك و لحد ما نكتشف ان كل ده اصلا هو ساكت وبيدافع عن اخوه الصغير ومش عايز يفتن عليه ومش عايز يقول ان السيجاره دي بتاعته. هو لسه غلط زي ما هو، يعني هو ما اتغيرش، ولكن الموقف ده شوفنا فيه اخ خايف على اخوه الصغير، هو لسه عامل حاجات وحشه لكن انا بقيت شايف انسان قبل الجريمه. وده اللي بريكنج باد عايزنا نشوف. وكل مرة المسلسل بيعمل نفس الحركة، يدي لك شخصية تقول عنه ان هو شخص وحش وبعدين بيكشف لك على حاجة يخليك تفهمه، مش عشان تسامحه، هو عشان يخليك تتعاطف معاه، والتعاطف ده بيخليك قدام تغير حكمك عليه. وبعدين المسلسل بدأ يكسر الخدعة، والتر عنده فرصة، جريتشن وإليوت أصدقاء والتر القدام جدا يقدروا يساعدوه في العلاج والفلوس والمستقبل. فلو كل اللي بيعمله والتر ده عشان عيلته ويرفض حاجة زي دي ازاي؟ الحل موجود، بس الغريب هنا في الموضوع ان والتر يرفض. وهنا ابتديت أتساءل هو فعلا بيعمل كل ده عشان عيلته فعلا ولا عشان سبب تاني؟ أصل حاجة زي دي تترفض ليه؟ عشان يعمل الحاجة اللي هو أصلا عايز يعملها، يعني هو كل ده بيبرر بس بعيلته، بس هو جوه دماغه هو عايز يعمل حاجة معينة هو عايز يعملها يعني. بس الحقيقة المسلسل لسه ما جاوبنيش، وبدل ما يجاوبني بالكلام يجاوبني بالصورة. شعر والتر يبدأ يتساقط فبيحلقه، هي الترانسفورميشن بتاع شخصيته. ووالتر اللي كان بيتكسف بدأ يختفي، وطبعا الشخصية بقى الجديدة تبتدي تظهر للعالم. فدلوقتي بنشوف والتر هو اللي بيروح للمواجهة، وبنشوف عليه علامات الانبساط وتحس ان هو شغوف كده وهو داخل بيواجه. مش ده والتر اللي احنا نعرفه من اول سيزون 1، ودي احلى حاجة في المسلسل. ويجي مشهد بتاع توكو ساكع جيسي علقة موت يخليه يخش المستشفى، وطبعا يروح والتر عشان يطمن عليه. واللحظة دي الحقيقة أنا المفروض بقى يعني والتر اللي احنا عارفينه ده يتخاف عليه يعني، ولكن يحصل العكس. ولما أخيرا وقف قدام واحد أقوى منه حسيت بحاجة غريبة جدا، حسيت كده براحة، لأننا يعني احنا من أول بقى سيزون 1 وشايفين الراجل ده بيتبهدل والناس بتتريق عليه ويستهفقوه، فحسيت الحقيقة يعني إن أنا مبسوط له. وأخيرا والتر بقى قادر يقول كفاية. وهنا أنا اكتشفت الحقيقة إن المشكلة مش في والتر بس. في البداية الحقيقة أنا كل ده شايف والتر كمدرس كيمياء في مدرسة بتاعت هاي سكول، راجل عادي جدا طبيعي يعني. وبعد كده بدأت أشوفه كأب، بعد كده كمريض، بعدها كضحية، بعد كده بشوف بني آدم مضطر، وبعدها شفته كبني آدم مقاتل. وده أول مرة نشوف والتر بالتحول الشخصية ده. والحقيقة في كل مرحلة وكل حلقة أنا كنت بغير حكمي على والتر، وده اللي خلاني أفهم بريكنج باد بطريقة مختلفة خالص. المسلسل مش بس بيحكي لي إزاي إنسان كويس ممكن يبقى وحش، هو بيخليني أجرب إزاي إن أنا ممكن أبرر الوحش. أنا على فكرة يعني ما كنتش محتاج إن والتر يقنعني إن اللي بيعمله ده صح، هو بس كان محتاج يخليني إن أنا أفهم السبب ورا الفعل اللي هو بيعمله ده. لأن الحقيقة إحنا أول ما نفهم السبب هتبتدي تفرق ما بين الفعل والإنسان اللي عمله. إن إحنا دايماً لما بنتفرج على أي حاجة وحشة بتحصل دايماً بنركز بس بنعمل ليزر فوكس كده على الفعل، ولكن عمرنا ما بنركز على السبب. فيمكن السؤال الحقيقي في بريكنج باد مفروض ما نسألش إزاي والتر وايت بقى هايزنبرج، هو احنا امتى بقينا في صف وامتى بقينا بنسبورت والتر وايت في كل فعله يعملها، مع اني وانا بتفرج انا شايفه بيعمل مخدرات وبيطبخ مخدرات والدنيا بايظه معاه،
ولكن الكتابة العبقرية إن أنا الحقيقة بقيت ببرر له، لأن يمكن أخطر تحول في بريكنج باد ما كانش تحول والتر، كان الحقيقة تحولنا إحنا.